يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات اللي كثير الناس بتحبها. اليوم رح أعمل معكم أطيب وأشهى فتة مقالي. طبعا الفتات إلها شعبية كثير كبيرة بين الناس، فاليوم حبيت إني أختار لكم فتة المقالي. بتمنى إنها تعجبكم، تابعوها معي. للوصفة هون رح أستخدم الخبز الرفيع، إحنا بنحكي له الخبز اللبناني. طبعا الحجم اللي استخدمته اليوم للخبز هو الحجم الوسط، وكمية الخبز اللي استخدمته هون 3 أرغفة. قطعتهم خطوط في الطول، بعديها رتبت الخبز بهاي الطريقة. وهلا هون رح أقطعه على شكل مكعبات صغيرة. طبعا الأفضل تقطعوه مكعبات صغيرة، بيكون أسهل عليكم في الأكل. فتحت الخبز بهاي الطريقة، بهيك عندي الخبز صار جاهز. بالنسبة للخضار هون رح نستخدم الباذنجان. طبعا الباذنجان هو مكون أساسي بالوصفة وكثير طيب. كمية الباذنجان اللي استخدمته هون هي 3 حبات. قشرته وهلا هون رح أقطعه. بالنسبة لتقطيع الباذنجان كمان هون رح أقطعها على شكل مكعبات صغيرة، والأفضل كل الخضار تقطعوها على شكل مكعبات صغيرة، بتكون أسهل عليكم في الأكل. قطعت هون كل كمية الباذنجان ونزلتها بالصحن. هلا هون رح أنزل على الباذنجان معلقة كبيرة من الملح، بالإضافة إلى معلقتين كبار من الطحين. الملح حتى تنزل عنا مية الباذنجان، والطحين بيعطي قرمشة كثير طيبة للباذنجان. طبعا قلبتهم كثير منيح، وتركت الباذنجان على جنب حتى قطعت وجهزت كل الخضار الثانية. جربوا هاي الطريقة بالباذنجان رح تحبوها. طبعا هون رجعت قلبتهم كثير منيح حتى يوصل عندي الطحين لكل قطع الباذنجان. بالنسبة للبطاطا هون أنا استخدمت 3 حبات حجم وسط، ونفس الشي قطعته مكعبات صغيرة. الخضار ممكن تستخدموا الخضار اللي انتم بتحبوها، بس الباذنجان والبطاطا هو بيعتبروا مكونات أساسية بفتة المقالي. البطاطا جاهزة. أنا هون كان عندي 3 حبات من الكوسة، كمان قطعتها ورح أنزلها بالفتة. القلي عندي هون رح يكون بزيت غزير وحامي. طبعا الخبز هون قسمته، قليت أول دور، بعدين حطيته على جنب، رجعت قليت الدور الثاني، بهيك حتى ياخذ معي نفس اللون. أول ما بلش أخذ معي اللون الذهبي على طول شلته من الزيت وخليته على جنب، لأنه هو بيرجع شوي بيغمق معكم. طبعا هون استخدمت الورق التنشيف الخاص للمطبخ. بنفس الزيت رح أقلي هون كل الخضار. في البداية هون قليت الكوسة. الكوسة أول ما بلشت تاخد معي لون ذهبي كمان شلتها، لأنه بحب تكون فيها شوية قرش ناعمة، وهي رح ترجع تذبل معكم. هيك عندي طبعا الكوسة جاهزة. هلا هون رح أقلي البطاطا، وآخر إشي بتقلوا الباذنجان، لأنه بيشرب معكم شوية زيت، بس إذا بتغلفوه منيح بالطحين ما بشرب معكم زيت. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخضار، إذا حبيتوا تشووها أكيد ممكن، بس أنا هون ما كان متوفر عندي الوقت، بدي أخلص الفتة على السريع فقليتهم. إذا كان متوفر عندكم الوقت اشووهم بالفرن، بتاخذوا نكهة كثير طيبة. الخطوة اللي بعديه هون رح أجهز للحمة. اللحمة هي اختيارية، إذا مش متوفرة عندكم ممكن تستغنوا عنها، بس حتى يكون معكم الطبق متكامل استخدموا اللحمة. كمية اللحمة اللي استخدمتها هون هي 300 جرام. طبعا مفروم بقري، ما في أي دهن، عشان هيك استخدمت الزيت النباتي. المطيبات هون نزلت حبة من البصل، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الهيل. نكهة الهيل مع اللحمة كثير طيبة. قلبتهم شوي حتى نشفت عندي مية اللحمة، واستوى عندي البصل. هون رح أشيل شوي من اللحمة حتى أزين الوجه فيها، طبعا وجه الفتة. وآخر إشي هون رح أنزل معلقتين كبار من معجون الطماطم، بقلبهم مع بعض. وبهيك عندي اللحمة بتكون جاهزة، بخليها على جنب. ورح أحضر معكم هون للبن. بالنسبة للبن هون رح استخدم اللبن البقري الطازج، استخدمته هون من المراعي. الكمية 500 جرام، تساوي عندي تقريبا كاستين من اللبن. نزلت عليهم نص كاس من الطحينية، ممكن تحطوا أكثر حسب قوام اللبن عندكم. نزلت هون كمان نص كاس من عصير الليمون، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الثوم المهروس. طيابة الفتة دائما بتكون بالثوم. ونزلت هون كمان معلقة صغيرة من الملح. طبعا خلطتهم كثير منيح. هلا هون بتعدلوا حسب الذوق، بتعدلوا الليمون، بتعدلوا الثوم. إذا حسيتوها شادة معكم شوي ممكن ترخوها باللبن. نزلت هون بصحن التقديم كمية منيحة من الخبز. وهلا هون رح نحتاج ربع كاس من عصير الليمون مع معلقة أو أقل من معلقة صغيرة من الثوم المهروس. حركتهم كثير منيح مع بعض ونزلتهم فوق الخبز. في العادة أنا هون بستخدم الفلفل الحار، بطحنه وبحطه معهم، بيعطي نكهة كتير طيبة، بس للأسف ما كان متوفر عندي. هلا هون رح أنزل الخضار.
رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخضار، بعد ما قليتها رشيت عليها رشة من الملح، لازم تكون معكم شوي ملحة. في البداية هون حطيت الباذنجان، بعديها البطاطا، بعديها الكوسة، وهلا هون رح أنزل اللحمة. طبعا رح أحط كمية منيحة، وآخر إشي هون رح أنزل الصلصة. زي ما حكيت لكم، في حال حسيتوا الصلصة شوي رخوة معكم ممكن تشدوها بالطحينية، وإذا كانت معكم شوي جامدة ممكن ترخوها باللبن. هلا هون بالنسبة للتزيين ذوق شخصي، بتزينوا بالطريقة اللي انتم بتحبوها. أنا هون زينت بالبقدونس المفروم، بالرمان، طبعا الرمان بيعطي نكهة كثير طيبة، وزينت كمان هون باللحمة المفرومة اللي شلتها في البداية. وآخر إشي هون رح أحط الخبز المقلي. طبعا التزيين ممكن تزينوها بنوع واحد حسب المتوفر عندكم، ممكن تزينوها بنفس المكونات اللي انتم حطيتوها جوا الفتة. آخر إشي هون أنا قليت الصنوبر بمعلقة كبيرة من السمن البلدي وحطيتها على الوجه وقدمتها. ما شاء الله النكهة والطعم. طبعا هالفتة من الفتات اللي كثير بحبها، حبيت اليوم إني أشاركها معكم، بتمنى كثير إنها تعجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.